هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. ده الدرس الرابع من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر. درسنا النهاردة عن التحيات والوداع. تعالوا نشوف مع بعض هنتعلم ايه. تابعوا معايا الفيديو. طيب قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا عايزين نعرف يعني ايه كلمة تحية. تحية يعني بيجرويسونج. طيب التحية في درسنا بتنقسم لطريقتين، طريقة غير رسمية وطريقة رسمية. الطريقة الغير رسمية دي اللي بتعامل بيها مع أصحابي، مع أي حد قريب مني وأنا بتعامل معاه بطريقة غير رسمية. والطريقة الرسمية اللي بتعامل بيها مع مديري في الشغل أو أي حد كبير في السن بتعامل معاه بطريقة رسمية. تعالوا نشوف إزاي هنتعلم التحيات دي. أول طريقة عندنا في التحية وهي صباح الخير. صباح الخير اسمها جوتن مورجن. جوتن مورجن. جوتن مورجن يعني صباح الخير. طيب وممكن كمان أقول مورجن بس، مورجن يعني زي كلمة صباحه مثلا، ودي بقولها طبعا لأصحابي أو أي حد أنا بتعامل معاه بطريقة غير رسمية. تاني تحية عندنا وهي جوتن تاج. جوتن تاج. جوتن تاج بمعنى طاب يومك أو نهارك سعيد، ودي أنا بقولها وقت الظهر. ولو ركزت معايا كده هتلاقيني بقولها تاك. تاك مش تاج، أنا بنطقها كأنها كاف خفيفة مش جي. جوتن تاك، طاب يومك. كمان ممكن نختصرها ونقول تاك زي ما اتعلمنا قبل كده، وكده هتبقى بطريقة غير رسمية. كمان عندنا مساء الخير. مساء الخير يعني جوتن آبند. جوتن آبند. جوتن آبند بمعنى مساء الخير. طيب جوتن آبند أنا بقولها إمتى؟ بقولها من بعد غروب الشمس. جوتن آبند. كمان ممكن أقولها آبند بس، زي كده عندنا مسا مسا، ودي طبعا هتبقى بطريقة غير رسمية. كمان عندنا جوتي ناخت. جوتي ناخت بمعنى تصبح على خير. جوتي ناخت، تصبح على خير. كمان عندنا من ضمن التحية كلمة هالو. هالو بمعنى أهلا، ودي بقى أنا بقولها في أي وقت. كمان عندنا من ضمن إلقاء التحية كلمة سيرفوس. سيرفوس بمعنى أهلا، وممكن كمان تبقى بمعنى سلام. سيرفوس، ودي بتتقال أكتر في جنوب ألمانيا. كمان عندنا من ضمن التحيات كلمة نا. نا. نا بمعنى مرحبا. كمان عندنا كلمة موين. موين بمعنى مرحبا أو أهلا، ودي كمان بتتقال في أي وقت في اليوم. طيب لو أنا دلوقتي في اجتماع رسمي وعايزة أقول مع السلامة أو إلى اللقاء، هقولها إزاي؟ هقول auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. auf Wiedersehen بمعنى إلى اللقاء، وزي ما اتفقنا دي بطريقة رسمية بتتقال دايما في الاجتماعات. كمان عندي طريقة غير رسمية بتتقال ما بين الأصحاب، معناها باي باي أو مع السلامة، اسمها تشوس. 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 كمان عندنا كلمة بس جلايش بمعنى أراك قريبا، ودي بقولها لشخص هشوفه بعد نص ساعة أو ساعة مش أكتر من كده. بس جلايش. بس جلايش بمعنى أراك قريبا. كمان عندنا بس شبيتر. بس شبيتر بمعنى أراك لاحقا، ودي بقولها لشخص هشوفه في نفس اليوم، يعني مش أكتر من يوم. بس شبيتر بمعنى أراك لاحقا. كمان عندنا بس بالد. بس بالد بمعنى أراك قريبا، ودي بقولها لشخص هشوفه بعد يومين أو أسبوع. بس بالد. كمان عندنا بس مورجن.
bis morgen بمعنى أراك غدا. bis morgen. كمان عندنا bis dann. bis dann بمعنى إلى اللقاء. bis dann، وهنا الوقت مفتوح بقولها في أي وقت. كمان عندنا willkommen. willkommen بمعنى أهلا وسهلا. willkommen. danke. danke. danke يعني شكرا. طيب لو حد قال لي دانكي وانا عايزه اقول له العفو هقول له ايه؟ bitte. bitte. bitte يعني العفو. طيب لو اتعرفت على حد جديد وعايزه اقول له ان انا اتشرفت بمعرفتك هقول له ايه؟ freut mich dich kennenzulernen. freut mich dich kennenzulernen. freut mich dich kennenzulernen. اتشرفت بمعرفتك. واخر جملة معانا، لو انا شفت حد ومبسوط ان انا شفته وعايزه اقوله ان انا سررت برؤيتك هقوله ايه؟ freut mich Sie zu sehen. freut mich Sie zu sehen. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معايا. تشوس.